حاسه روحي وانا متشرده على خاطري باش ناكل الفطور نتاع صباحي في الشارع. مصيبه اللي راهو الاسوام تشحط ورايا. هذه الكروت مرميده على خاطركم يا جايز. اساس ياسر غريب تبدا تصور قدام العباد. وتوا وقت العشاء يا جماعه. لقيت باكيت يا جماعه والله لقيت باكيت راني ما عنديش زر عسلامة الناس الكل. في اول فيديو لي على يوتيوب تعرفوني انا من تيك توك اما هاني جيت على اليوتيوب. حبيت نحل الشان هذا باش تزيدوا تعرفوا اكثر على شخصيتي على خاطر في التيك توك فاينلي هذيك كيلكو سكوند ما تعرفونيش مليح. فيديو اليوم هو كيفاش نجموا ناكلوا نهار كامل ب 5000 كهو في تونس. الدنيا غليت دونك لازمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا في فلوسنا واسكو باش ننجحوا فيه تحدي ولا هيا معايا يا جماعه. تو باش نخرج من الدار هزيت معايا الساك هذايا دونك خلينا نمشيو ناكلوا فطور صباح ولازم يكون ارخص فطور صباح في تونس يا جماعه. وصلت توا للسوبر مارشي والمصيبه اللي راهو الاسوام تشحط ورايا. عارفين فطور صباح ما لازموش يكلفني برشا فلوس سينو التحدي باش نخسرو خاطر مازال عندي فطور قايله وزيد العشاء وزيد لازم تحليشه من بيناتهم. سامحني زاد انا لازم ناكل نهار كامل دونك خلينا نشوفوا شنو باش نشريو. لازم فطور صباح ما يكلفني اقل من دينار و500 بالرسمي لازم هكاكا سينو مصيبه. ماني باش نركز كلشي على الحاجات اللي اقل من دينار. ها شنو باش ناخذ كعبه تشوك باش ناخذ مع تشوك كعبه ابوار باش ناخذ ارخص نوع من الابوار وارخص نوع لقيته ب 950 فرنك معناتها الحكايه باش تطلع لي اكثر من دينار و500 معناتها ديجا خسر التحدي حتى وانا باش ناخذ ارخص نوع تاع ابوار. هو الابوار اللي باش ناخذو وتو نمشيو نخلصوا يا جماعه. بون نوفيل اول لقيت في التيكي اللي راهو انا كنت غلطه في سوم الابوار طلع ب 700 فرنك معناتها الحكايه كلها تكلفت لي دينار ب 400 بالياي. هاي التيكي تو خلينا ناكلوه. ليه وتعرفوا شنو اكثر حاجه ويرد في التصوير هي انه العباد الكل قاعدين يخسروا لك وانت قاعده تصور. عرفتوا كلي شنو قاعده تعمل هذه داخله للسوبر مارشي وقاعده تصور في شنو قاعده تصور ابخيتو السوبر مارشي حاجه عاديه على الاخر انك تدخل لها وتشري. عرفتي كلي انت حاسس روحك حاشم ويندرى كيفاش حاسه روحي وانا متشرده على خاطري باش ناكل الفطور نتاع صباحي في الشارع. تعرفوا يا جماعه الحمد لله لقيت بلاصه وين نوقف فيها تليفون. هذه الكروت مرميده على خاطركم يا جايز. ان شاء الله نكبروا مع بعضنا في الشان هذايا وان شاء الله يطلع الفيديو حلو. كملت فطرت فطور الصباح اللي شبعني هو تشوك وانا تو قاعده في الرسمي قدام جراج بلوتو مش جراج حانوت هكا هو مسكر قاعده قدامه. حسيت وليت متشرده نستناكم مع الصعب مع فطور نص نهار. ويا جماعه اكيد من غير ما نوصيكم لوحوا الوسخ نتاعكم في الزبله ما تلوحوش في الشارع على خاطر هذه حاجه ياسر خايبه. بلادنا بالرسمي لازمنا نحافظوا عليها ونخليوها ديما نظيفه كيما الدار نتاعنا. تو ركبت في النقل باش نمشي لفيينا. وبالنسبه للفطور القايله باش ناخذ كسكروت عياري بدينار و500 منه يشبع ومنه رخيص على الاخر. جوبونس ارخص حاجه نجم ناخذها. اي اعطيني كسكروت عياري. اي باكيت جديده بربي. اي باهي امشي القهوه وهكا نكونوا خذينا كسكروت عياري. وتوا لازمني نمشي نشري الماء سينو باش نموت. الماء اللي باش ناخذو دبوسه كبيره على خاطر هكاك تبدا ارخص. عارفين شعار فيديو اليوم الرخص ارخص حاجه يا جماعه. لقيت روحي ما نجمش نشري دبوسه بو اي 13 على خاطر الدبوسه هذيك باش تكلفني دينار كامل متخيلين. واذا قاعدين نشوفوا قاعده نصيح خاطري قاعده في الشارع قاعده نصور لكم مقبليك العباد قاعدين يشوفوا فيك باش انا قاعده اصور حاجه ياسر وير ياسر غريبه والله. اساس ياسر غريب تبدا تصور قدام العباد مي استنتاج 5000 ما عادش نجم تعيشك في تونس سي بون. وهكا خديت دبوزه ماء نص ايترا وبارده 700 فرنك دونك يقعد لي اكثر من دينار نجم نشري به العشاء. خمم في العشاء تو انا خمم في العشاء 5000 ما عادش نجم تعيشك في تونس. هو باش نقعد ونرتاح قاعده هنا على عتبه باش ناكل شويه. ويا جماعه خلينا نذوقوا الكسكروت عياري. بون انا كليت منه شويه اما باش نذوق التخليني نتاعو فهمتوا كان لي كليت الباب الفوقانيه والله بنين. تعرفوا كنت في بالي باش نكمل ناخذ كعبه مروب مع الكسكروت خاطر نعرفوا كسكروت عياري ما يشبعش اما 5000 ما تكفيش خاطر خمس زاد على العشاء. يعني الواحد باش نجم يعيش في تونس نهار كامل لازم على قليله اكثر من 5000 بخلاف ترونسبور لبستو برشا حاجات اخرين والدار وكل شيء لازم اكثر من 5000 نهار. وتوا وقت العشاء يا جماعه وانا مازالوا لي دينار و500 بالضبط دونك باش نمشي ناخذ كعبه باجيت 200 فرنك وباش ناخذ جامبون وباش ناخذ جبن معناتها ب 600 فرنك فاسك من هكاكا معناتها سافا نورمالمون يكفيني عشاء وبالوافي معناتها نجحنا في النحاتي نورمالمون. تو لازمني ناخذ باجيت اما لقيتش باجيت. انا خويا والله ليه يدي بالروح ما لقيتش باكيت يا جماعه والله لقيت باكيت راني ما عنديش زر باش نمشي ناخذ الجبن ان شاء الله برسمي يطلع رخيص خاطر عادي يبيع ب 500 600 فرنك بازك ماكيك. يا جماعه اكتشفت لي راني انا غلطه وما نجمش ناخذ من السوبر مارشي كعبه بركه من الجبن
دوك باش نمشي للعطار ومن هنا باش ناخذ الجامبون للعشاء. توا كنت غاديكا عندي اللي تبيع الجامبون والسلامي وكل شيء، قالت لي اللي راهو الجامبون ما تنجمش توزنه ب 600 فرنك على خاطر الجامبون غالي رابور للسلامي. باغ كونطخ السلامي ال 100 غرام منه ب 800 فرنك، دونك باش ناخذ سلامي في عوض جامبون. قالت لي اذا باش توزن الجامبون ب 600 فرنك باش تجيك كعبه وورقه، وقالت لي ما نعملوهاش. اما باغ كونطخ اذا نوزن سلامي ب 600 فرنك يجيني كعبات على خاطر ال 100 غرام بركه ب 800 فرنك، دونك باش نوزن سلامي هكاك يكون فطور قمقوم. اما يشبعنا الماما ان شاء الله، يشبع خاطر باقي دونك تشبع. وعلى فكره راهو كسكروت عياري ما يشبعش انا نقولها لكم تو رجعنا على الاخر ما يشبعش صدقوني. كنت عامله نفس السلامي تجيبوه لي ب 600 فرنك تشوف فيه ب 600 فرنك ولا ليه؟ كنشوفها قبيليك انا حاط منه كعبات باش جبته بالضبط ب 600 فرنك. واخيرا خدينا سلامي ب 600 فرنك، نعرف ما كنتش قاعدين تشوفوا فيها اما هي ب 616 فرنك. تو خلينا نمشيو نخلصوها في الكيسه، هي باش تولي لي ب 716 فرنك. اما يلا عادي يكفي مازالوا عندي فلوس. خذيني وتوا لازمني نمشي ناخذ الفرماج والباجيت. يلا ديجا شوفوا هكا الدنيا ليل باش ما تقولوش غشيت في التحدي. هكا الدنيا ليل وتوا عشيه هذاك. باهي يا جماعه اون تري بون نوفيل، خذيت طابع جبن ب 350 فرنك. اوكي معناتها انا كنت في بالي بيه ب 500 فرنك اما خذيته ب 350 فرنك. اما تعرفوا شنو المصيبه وين؟ الزوز كوش اللي في حومتي مسكرين على خاطر توا 8:30 متاع الليل قاعده نصور. شو باش نعمل انا توا؟ يا ربي ان شاء الله مازال عند العطار، يا ربي ان شاء الله فما خبز عند العطار يا ربي، ولا تترسلين نعاود نرجع للسوبر مارشي نشري خبزه غاليه. يا جماعه في الاخر باش نرجع للسوبر مارشي باش نشري من عنده هو الخبزه خاطر ما فماش، خاطر زوز كوش مسكرين ما فماش عند العطاره. معناتها 100 فرنك اخرى في الكيس عليه هكا زح. اما سانوبيش اللي راهو احنا نجحنا في التحدي بحول الله، معناتها جاونا بيه على الاخر وميم قعدونا شويه فلوس من 5000 جاونا بيه على الاخر. زدت طابونه على خاطر ما لقيتش باجيت، بالضبط حسبتها لقيت روحي صارفه 5150 فرنك، يعني 5000 تنجم تاكل بها نهار كامل في تونس. بون زيدش عليها شويه ما عادي. خلينا نحضر كسكروت ونوريه لكم. كي حضر لنا الكسكروت شكلت منه عضله بنين. ان شاء الله الفيديو عجبكم، نتمنى انكم تعملوا لي سبسكرايب، تنشروا الفيديو هذا وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، اكتبوا لي افكار نتاع تحديات اخرين، اعملوا لي سبسكرايب وباي باي.